الزمالك يعود للدوري المصري ويعود بانتصار وثلاث نقاط هامه جدا في سباق الدوري. الزمالك يجيب هدفين، عبد الله السعيد من ركله جزاء في الشوط الاولاني، وهدف تاني للاسطوره ناصر منسي يهدوا الزمالك ثلاث نقاط مهمه وغاليه جدا في الدوري. مباراه متبينه للزمالك، شوط اول واحد من افضل اشواط الزمالك مؤخرا او مع بزيرو تحديدا، وشوط تاني كارثي ينقذه ناصر منسي في نهايه المباراه. الزمالك بدأ بثلاثه برضه رغم غياب عمر جابر، حط محمد شحاته ناحيه اليمين، لعب باحمد فتوح في نص الملعب، ما نقدرش نقول انه كان جناح قوي، ولعب باتنين راس حربه سيف الجزيري ومصطفى شلبي النهارده ما راحش على الخط نهائي غير في النادر، بيلعب باتنين راس حربه، والزمالك كان مكثف لعبه ناحيه اليمين اكتر، خصوصا وقت ضغط محمد شحاته اللي عمل مباراه كبيره، ومع فتوح اللي بيشتغل على فتوح. فتوح نفسه مش موجود، مش قادر يجري، لكن بيحاول بلمسات فنيه مهاريه بتعوض ده شويه، وكان صلاح الدين مصدق بيطلع يضغط معاهم. الثلاثي كانوا عاملين ضغط للزمالك، عرضيات محمد شحاته شكلت خطوره كبيره، لكن للاسف الزمالك بيدفع ثمن، وعاد ناصر منسي والجزيري بيلعب. دايما بقول كل دقيقه بيقعدها ناصر منسي على دكه البدلاء لصالح الجزيري احنا بنهرج، احنا بنضيع وقت، احنا بنشتغل بلاله، بنشتغل اي حاجه. سيف الدين الجزيري لا يصلح للعب في نادي الزمالك، سيف الدين الجزيري لا يصلح للعب في نادي الزمالك. الزمالك اي مهاجم هيلعب افضل وهيديك مردود احسن من سيف الدين الجزيري بكتير. بمناسبه الجزيري كان برضه بينزل كتير ناحيه اليمين ولكن بلا فائده وبلا اي مردود. عرضيات قلت لكم محمد شحاته، شلبي عمل عرضيه برضه قويه، الراجل بيستخبى في ظهر المدافع وما بيقطعش على القريبه يلعب الكوره، ضيع من الزمالك حاجات كتير في مباراه النهارده، زي مباراه ستلنبوش جات له عرضيه 6 يارد لعبها بره. الحدود كان بيدافع وبيحاول يلعب على الكاونتر اتاك عند محطه كبيره، حازم العسكري، محمود ممدوح متحرك بشكل كبير، فوزي الحناوي عمل مباراه كبيره جدا ناحيه الشمال، يحيى ناحيه اليمين، لعيبه حلوه، لعيبه هايله، لعيبه شغاله بشكل هايل جدا صراحه، بيلعبوا كوره حلوه جدا مع الكابتن محمد يوسف، كانوا بيلعبوا على الكاونتر اتاك، حاولوا يشكلوا خطوره على الزمالك لكن دفاع الزمالك كان بالمرصاد. بالمناسبه النهارده مباراه كبيره جدا جدا من محمود حمدي الونش جات له كوره في ال 18، شاط الكوره بتيجي في ايد فاروق لاعب نادي حرس الحدود، الحكم كان قدامه الكوره ما حسبهاش، بيرجع للفار ويحسب الكوره ركله جزاء، بيدخل عبد الله السعيد بالتخصص يجيب هدفه الاول في المباراه عشان يتقدم الزمالك والمباراه ترتاح شويه لصالح الزمالك، هدف مثالي في وقت مثالي جدا نهايه الشوط الاولاني. زي ما قلت التركيز كله للزمالك كان ناحيه اليمين، كان ناحيه اليمين شحاته مع فتوح، معاهم صلاح مصدق احيانا كتير، وكمان احيانا كان الجزيري بينزل معاهم، تركيز كبير. ناحيه الشمال ما كانتش موجوده، بنتائج النهارده ما عملش احسن مباراه، ما اشتغلش بشكل جيد، كان لوحده على الخط لكن ما اشتغلش بشكل كبير. عبد الله السعيد ما شاء الله بيدافع وبيهاجم وبيشتغل بشكل اكثر من رائع. دونجا 50-50. شفت الشوط الاولاني زي ما قلت لكم واحد من افضل اشواط الزمالك، كان في اصرار، كان في محاولات، غيابات كتيره موجوده وحاجات مشاكل طبعا كلكم عارفينها. الشوط الثاني بقى الزمالك يعود للسابق، الزمالك يعود للخلف بشكل كبير ودفاع كامل وسيطره كبيره جدا لحرس الحدود ودفاع الزمالك. حرس الحدود ما ضيعش فرص خطيره، يعني عواد ما طلعش حاجه قويه، لكن هم ماسكين كوره وبيحاولوا يعملوا عرضيات كتيره جدا، زي ما قلت لكم كريم يحيى ناحيه اليمين والحناوي ناحيه الشمال، الكوره بتيجي يلعب طويل ويعمل عرضيه، حاولوا يشكلوا، لكن دفاع الزمالك ما شاء الله حسام عبد المجيد ومصدق الونش كانوا في كامل تركيزهم في مباراه النهارده. الدقيقه 66 فاق بزيرو وخرج الجزيري ونزل ناصر منسي، يمكن الدنيا تضغط وتمشي بشكل كويس. الزمالك تراجع، طب هم بيلعبوا كوره طويله وعرضيات، يا عم تضغط عليهم من قدام ويلعب كوره، لا انا هفضل واقف ومستني. قلنا على نفس الحال، حارس الحدود ماسك كوره والزمالك مش قادر يطلع، عبد الله السعيد ياخد الكوره يوزع يمين وشمال تتقطع ويلعب كوره تاني لقدام. بدا يغير، قلنا يعمل تغيير في شكل الزمالك الهجومي، خرج احمد فتوح اللي بدا التعب يبان عليه بشكل كبير في الشوط الثاني، ونزل مين بقى؟ ايوه نزل مصطفى الزناري. امال احنا يوم ماتش بيراميدز هنعمل ايه؟ هننزل مين ونطلع مين؟ بينزل مصطفى الزناري ويطلع محمد شحاته في النص، والزناري يروح ناحيه اليمين، والزمالك نفس الشكل وبرده حرس الحدود ما زال ضاغط. محمد يوسف لما لقى الوضع كده بدا يخرج مدافعين، ونزل زياد طارق لاعب الاهلي السابق، وبدا ينزل حد اللعيبه كلها في الخط الامامي. في ظل ضغط حرس الحدود مصطفى شلبي بياخد كوره يلعبها طويله في الحته الفاضيه لناصر منسي، والحمد لله ان هو ناصر منسي خد الكوره وراح، المدافع حاول يشده لكن هو عدى وراح وبيركن الكوره بفينش اكثر من رائع عشان يجيب جون الفوز وجون الاطمئنان وجون الهدوء وجون الراحه وجون الثلاث نقاط الهامه للزمالك. بص لبره كده وبص ورا، اللي هو لسان حاله بيقول يا جماعه انا ما ينفعش اقعد دكه للناس اللي موجوده حاليا في الزمالك، انا استحق العب اساسي في الزمالك، حرام اقعد دكه لاي حد في الزمالك حاليا. لعيب مجتهد، لعيب الكوره بتحبه، لعيب هايل، بيتحرك، بيقطع كويس جدا، من المهاجمين القليلين في مصر اللي بشوفه بيقطع على الايام القريب وبيقطع وبينزل لتحت وبيشتغل بشكل جيد، ما بيعطلش الكوره زي الجزيري، بيمشي الكوره بشكل هايل. لازم
ناصر منسي الفتره الجايه لحد ما الزمالك يتعاقد مع مهاجم قوي، مهاجم اجنبي قوي، ناصر منسي يكون هو المهاجم الاول في نادي الزمالك. زي ما قلت مباراه جيده لشحاته رجل المباراه، مباراه جيده لدفاع الزمالك بالكامل، سواء الونش او مصدق او حسام عبد المجيد عملوا مباراه جيده جدا. دونجا 50-50، عواد ما اختبرش بشكل كبير، محمود بن تاج مش احسن ماتشاته، محمد شحاته قلت لكم عمل مباراه جيده. في المجمل الزمالك بيكسب 3 نقاط هامه. دول الدوري بيراميدز 44، الاهلي 40، الزمالك 38، المصري 34، الزمالك فرق 4 بونت على المصري، ولسه مباراه قادمه بين مباراه الزمالك والمصري. دوري مشتعل، الموضوع قوي حتى الان، ده الجدول الحالي. لكن الجدول الفعلي والطبيعي والمنطقي والحقيقي والموجود، بيراميدز 44، الزمالك 38، الاهلي 37 بعد خصم الثلاث نقاط من الاهلي. ده المفروض يحصل في نهايه الموسم. خلينا نتفرج ايه اللي هيحصل الفتره الجايه. اللي جايه صعبه، الزمالك وضعه في الملعب وسكواده مش احسن حاجه. اتمنى الدنيا تظبط والامور تمشي بشكل جيد. بالتوفيق للزمالك فيما قادم، وبزيرو يعني اشتغل بشكل كويس، ويعني ان شاء الله خير.